السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد معكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجرائم. الحلقة ديال اليوم كان واحد المرة في واحد المكان كان واحد السيد عنده واحد الضيعة فلاحية، عنده ضيعة فلاحية وفيها الأغنام وفيها الأبقار، فيها البقر وفيها الغنم وكاين الشجر، كاين غله تما، يعني واحد الفيرما اللي كبيره غتكون فيها تقريبا واحد 40 كتار اللي غادي تكون فيها. هاد الفيرما هادي طبيعه الحال كان ساكن فيها، ما ساكنش فيها مولاها، كان ساكن فيها واحد الرباع اللي كان مقابل ليه الغنم ديالو، وفي نفس الوقت تيحرس هذاك الغنم. ومن غير الرباع كان عنده واحد العساس تيكون بالليل، تيخدم غير بالليل، كيجي كيعس عند الباب ديال الفيرما. هذا العساس هذا واحد النهار دخلوا شي فرقشيه تسللوا لوسط الضيعه، واحد فيهم اللي تسلل وسط الضيعه وغفل هذاك العساس، جاه من اللور وضربوا بواحد الاله اللي هي راده، شي زرواطه، ضربوا المؤخره ديال الراس ديالو وطاح هذاك العساس الليلي وتوفى. ملي توفى تخلصوا من العساس، حلوا الباب وغادي يدوزوا للدار ديال داك الرباع، غادي يشدوا داك الرباع والزوجه ديالو وواحد جوج ابناء ديالو، بنت ودري، غادي يكتفوهم وغادي يخرجوا على خاطرهم داك البقر وغادي يمشيو في حالتهم. وقبل ما يمشيو هذيك الدار اللي كان ساكن فيها الرباع، وهذا خطأ كبير كيرتكبوه مجموعة ديال الناس كيرتكبوه، هذيك الدار كانت فيها سلاح ناري، السلاح ديال الصيد، الخماسية ديال مول الفيرما. للأسف حطها تما في ديك الدار. هذوك الشفارة ملي قشقشوا الدار وقلبوا لقاو الخماسية داوها. وكتعرفوا هذه الفرقشية بطبيعة الحال الخماسية غيديوها علاش؟ لحقاش كيستعملوها. وهذه الفرقشية خص يعرف المشاهد الكريم بأن هذه الفئة ديال المجرمين ما عندهمش الرحمة في القلب ديالهم. راه يطيح مع واحد مثلا بالليل ولا غادي يسرق ولا يتصالح معاه، يتصادف معاه، يقدر يصفيه عليه كما صفوها لهذا العساس هذا. مثلا هذا العساس هذا عماكم الله كاع وبغيتي تسرقوا وغا كتفوا بعدا ما تقتلوش، هما ما تيرحموش. باش تعرف راه ما عندهمش الحدود في الاعتداء ديالهم، يقدروا يديروا جريمة قتل، يقدروا يقتلوا جوج، يقدروا يقتلوا ثلاثة باش يشفروا الغنم، لا أقل ولا أكثر. ملي داروا هذه الجريمة ديالهم زادوا مع الطريق، شرجوا داك البقر وزادوا مع الطريق. الصباح هذاك العساس طبيعة الحال هو مكتف، ما عنده كيدير باش غادي يمشي يعلم، الزوجة ديالو مكتفة، وليداتو مكتفين، وهذاك العساس مقتول، يعني ما كاينش اللي غيعلم بأن راه وقع شي حاجة تما. توصلت تقريبا شي 11 ديال النهار، كيعيط هذاك مولشي، كيعيط لذاك سمير داك الرباع ديالو، بغى يوصيه على شي حاجه، ما كيجاوبوش في التليفون، ولقى راسو مضطر باش يتنقل يمشي للضيعه ديالو باش يوصي هذاك الرباع على هذاك الشيء علاش بغى يوصيه. فاذا به فاش كيوصل للضيعه الفلاحيه، وهاد الضيعه الفلاحيه كانت جات في واحد البلاصه اللي هي فلاحيه وما فيهاش السكان وما فيهاش الماره بزاف، جات معزوله هذيك الضيعه الفلاحيه. ملي جا كيلقى الباب ديال الفيرما ديالو محلول، دخل بالسياره ديالو، مجرد ما دخل كيلقى عند الباب كيلقى داك الحارس الليلي، داك العساس ديال الليل مرمي وهو ملطخ بالدماء، يعني كانت عنده تحت منه واحد البركه ديال الدماء اللي كان المصدر ديالها هو هذاك النزيف اللي كان عنده في الراس، ولقاه جثه حميده. طبيعه الحال ملي شاف داك الشيء غادي يعلم السلطات المعنيه، ما كانش عنده التليفون ديال لابريكاد، غيتواصل مع عون السلطه المحليه اللي عندهم تما. هذاك عون السلطه المحليه هو اللي غادي يتكلف باش يعلم رجال ديال الدرك الملكي، لحقاش هذه البلاصه اللي وقعت فيها هذه النازله تدخل ضمن منطقه النفوذ ديال رجال الدرك الملكي. ملي تعلموا رجال الدرك الملكي غادي ينتقلوا لعين المكان، ولا هدموا الفيرما، ما تلاش دخل داخل باش يشوف داك الرباع ديالو، شاف هذاك مقتول صافي حبس عند الباب، تخلع وبقى كيتسنى
باش يجيو الناس ديال الدرك الملكي. تقريبا واحد نص ساعه ولا كتلتحق به واحد الدوريه ديال الدرك الملكي، وعلى راسهم قائد المركز لجدان شاف ديال لابريغات. جاو لتما بطبيعه الحال لقاو هاد المسائل هادي، هنا غادي يباشروا التحريات ديالهم وغيديروا المسائل الاجراءات القانونيه ديالهم. غادي دار واحد الصور لحاله الامكنه من جميع الجهات، ومن بعد غادي تعلم خلاص واحد الاجراء اللي هو روتيني، والاشعار ديال النيابه العامه المختصه ترابيا كتعلمهم باش تشد التعليمات. تعطاتهم التعليمات بالتعميق ديال البحث قصد فك اللغز ديال هذه الجريمه هذه. بشروا الابحاث ديالهم. هذاك الحارس الليلي كما كنقول لكم ديما بان ضباط الشرطه القضائيه الهاجس اللي كيكون عندهم ديما هو الجثه الا كانت ما معروف شمولها. كيكون هنا اشكال علاش؟ لحقاش ما كيكونش عندك، ما كتعرفش فين غتقلب، فين غتبحث، ما كتعرفش داك السيد. لحقاش فاش كتعرفو كتعرف المحيط ديالو، كتعرف الاصدقاء ديالو، يعني كيتمكن لك كتكون عندك امكانيه تجمع اكبر عدد ديال المعلومات على داك السيد. هذا السيد هذا ما كانتش هذه الاشكاليه، هي ما كان عنده حتى شي حاجه. قلبوا داروا ليه واحد التفتيش جسدي للجثه ديالو، لقاو عنده الكارو ولقاو عنده واحد البريكه وواحد شي صريف تقريبا شي 30 درهم ولا اللي لقاو عنده، لا اقل ولا اكثر. الهويه ديالو معروفه، قال لهم مول الفيرما انا كنعرفو، راه من الدوار الفلاني، راه سميتو. من بعد ملي كملات هاد الاجراءات، هنا الدركيين غادي يهزوا تهز ديك الجثه وغادي تمشي لمستودع الاموات قصد الاخضاع ديالها للتشريح الطبي لمعرفه السبب الحقيقي ديال الوفاه. من بعد غادي يدخل هذاك مول الفيرما، غادي يقول كيفاش ملي كان واقف تما كيتسنى الجدرمي بقى تيصوني على ذاك الرباع، ما تيجاوبوش الرباع. هو يقول الجدرمي قال لهم راه الرباع انا راه ما قدرتش ندخل، راه ما عرفتش اش كاين عندي لداخل الفيرما، راه حتى الرباع ماشي من العاده ديالو، راه كنعيط ليه تيجاوبني في البلاصه، راه دابا من الصباح وانا كنعيط ما كيجاوبش، ربما يكون حتى هو مقتول. قال لي واش عايش الرباع غير بوحدو؟ قال لي لا، عنده وليداتو وعنده الزوجه ديالو عايشه معاه. غادي يدخلوا الدركين. ملي غادي يدخلوا غادي يلقاو الباب ديال ديك الدار اللي كاين وسط الفيرما محلول. غادي يدخلوا غادي يلقاو العائله ديال داك الرباع كلها مكتفه وضاربين لهم السكوتش مدورين لهم على فمهم باش ما يغوتوش، وخلاو لهم غير المناخر باش غادي يتنفسوا باش ما يموتوش. المهم حروهم، حيدوا لهم ديك الكرده باش كانوا مكتفينهم، حيدوا لهم داك السكوتشات بعد ما دخلت صور وتوثق هذه المسائل هذه وهذيك الوضعيه فاش لقاوهم، الوضعيه الاصليه فاش لقاوهم. من بعد هنا غادي يبداو يقلبوا الدراكين، بغاو يديروا الرفع ديال البصمات، ولكن للاسف هذاك العساس هو الزوجه ديالو علموا رجال الدرك الملكي، قال لهم بان راه دخلوا علينا واحد 3 اللي دخلوا علينا وهما اللي داروا هذه الحاله هذه، وراه هاد 3 راه كانوا دايرين الاقنعه اللي كنقول باش يخفيوا الملامح د وجههم باش ما يعرفوهم حتى شي واحد. داروا الاقنعه وراه كانوا دايرين تليقات، لحقاش كما كنقول لكم ديما هاد الفئه ديال المجرمين، هاد الفرقشيه تيكونوا محترفين وعندهم المام بعالم الاجرام، وتيكون عندهم المام بالاجراءات اللي خصهم يديروها باش ما يخليو حتى اثر موراهم. يعني هاد الناس عرفوا الدركيين بانهم امام واحد العصابه اللي منظمه اللي عارفه اش كدير وراه ما غادي تخلي حتى رسمه، ولكن رغم ذلك ما غاديش يتبعوا الهضره ديال هذا الرباع. غتتم الاستعانه بفرقه التشخيص القضائي اللي غادي تلتحق بهم في عين المكان، وغادي دير المسح ديال ديك الدار كامله، وغادي ترفع البصمات اللي كاينه تما في ديك الدار كامله، اي بصمه تلقات ترفعت. من بعد غادي يمشيو يقلبوا، واكد لهم هذاك الرباع بان راه البقر اللي كاين تما راه تسرق. ملي مشى للكوري هذاك موضيع بالفعل كيلقى البقر ديالو ما بقاش، راه تسرق. من بعد هذا الشيء دارت الاجراءات القانونيه، دارت المسائل كامله. هنا غادي تفتح بحث، هنا امام واحد الجريمه ديال القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كاين السرقه ديال ابقار، وكاين
هذاك الاعتداء على هذاك الرباع هو ووليداته اللي تكتفوا وسدوا ليهم فمهم. واثناء التواجد ديال الدركيين تما كيديروا التحريات ديالهم، غادي تفكر مول الضيعه بان راه عنده الخماسيه تما في الدار. مشى قلب في البلاصه فين كاين الخماسيه، فاذا بالرباع تيقول ليه راه ما بقاتش، راه داوها حتى هي، يعني حتى الخماسيه تسرقات مشات. وفاش كيتسرق السلاح الناري ماشي شي حاجه اللي سهله، ماشي شي حاجه سهله، كتنوض ضجه، لحقاش هاد المجرمين يقدروا يستعملوه. السلاح الناري راه يقدروا يقتلوا به، يقدروا يديروا به مجموعه ديال الجرائم. هنا غادي تعلم النيابه العامه، وغادي دار واحد البرقيه مستعجله، وغادي توزع على جميع المراكز. ومن بعد غادي يباشروا الابحاث ديالهم، غادي يستمعوا لذاك الرباع. ذاك الرباع التصريحات ديالو ما عطات حتى شي حاجه، وما كشفات على حتى شي حاجه اللي تقدر تفيد البحث. ومن بعد غادي يستمعوا الدركيين هذاك مول الضيعه. مول الضيعه قال لهم ودي انا ما كنتش هنا، راه ما كنباتش هنا وما كنعيش هنا، قليل في العطل ملي كيشدوا وليداتي العطله راه كيجيو يدوزوا شي ايامات هنايا هروبا من الضجيج والضغط ديال المدينه. قال لهم كنلتجئ لهاد البلاصه هذه باش نرتاح. قال لهم انا ما عندي حتى شي معلومه، وما عندي حتى شي حاجه باش نفيدكم، وما عندي حتى شي علاقه بهذه الجريمه هذه. وشيء طبيعي ما غاديش يكون عنده شي علاقه بالجريمه. من بعد الدركيين غادي يعمقوا وغادي يوسعوا الدائره ديال الابحاث ديالهم، وغادي يستمعوا، غادي يستدعيوا ذوي الحقوق العائله ديال هذاك اللي مات، هذاك العساس. حقاش كما قلت لكم العساس ما كانش عنده لاكارت. شكون اللي كشف على الهويه ديالو؟ هو المشغل ديالو، مول الفيرما، هو اللي قال له ما سميت. ولكن الدركيين وضباط الشرطه القضائيه ما غاديش يرتكزوا على 100% على هذيك الاقوال اللي عطاها مول الضيعه. ملي جات العائله ديال هذاك الحارس الليلي، داك العساس اللي تقتل، غادي يرافقوهم الدركيين لمستودع الاموات وعرضوا عليهم الجثه ديال الهالك، فاكدوا لهم العائله ديالو بان بالفعل هذا هو العساس وهذه السميه ديالو. بالفعل هذاك مول الضيعه عطى السميه والهويه ديالو عطاها صحيحه. استمعوا لذوي الحقوق ديالو. واش ما عمرو كشف لكم على شي حاجه؟ واش عمرو قال لكم شي حاجه؟ عمرو كشف لكم على شي معلومه ديال شي وحدين راه كيتهددوا عليه، ولا شي وحدين باغيين يسرقوا، ولا شي وحدين حاولوا باش يغريوه يتعاون معاهم باش يخلي يتواطأ معاهم باش يسرقوا؟ قال لهم ودي ما عمرو كشف لنا على شي معلومه من هذا القبيل. وتعمقت الابحاث كما قلت لكم، توسعت الدائره ديال الابحاث، وما خلاو الدركيين لما استمعوا، ولكن للاسف ما توصلوا حتى شي نتيجه ايجابيه، وما قدروش يفكوا هذا اللغز ديال هذه الجريمه، هذا اللغز المحير. وبقات هذه الجريمه هذه رغم المجهودات الجباره اللي داروها ضباط الشرطه القضائيه المكلفين بالبحث، رغم المجهودات ديالهم ما قدروش يتوصلوا لشي نتيجه ايجابيه. وفي الاخير تسجلات بعد عناء كبير وبعد مجهودات كبيره كما قلت لكم، تسجلات هذه القضيه للاسف ضد مجهول او مجهولين، لحقاش ما عارفينش شحال من واحد كاين. واخا قال لك هذاك السيد راه هو والزوجه ديالو راه كاينين ثلاثه، ما كتعرفش واش ثلاثه واش اربعه واش خمسه، لحقاش هذوك الثلاثه غيدخلوا، وهاد الناس كيكونوا منظمين، واحد اللي حاضي، واحد اللي صايق هذيك الكاميو فين غيشرجيو داك الشيء. يعني على الاقل غادي يكونوا واحد الخمسه ديال الناس، على الاقل تقدير. هاد القضيه هذه كما قلت لكم ما تفكش اللغز ديالها، وتسجلات ضد مجهولين، ما تعرفوش شكون اللي دارها، ما تعرفش شكون اللي دارها، وبقات غامضه، وبقى داك سر حتى واحد ما عرفو. دازت عليها مده، وللاشاره باش نعطيكم واحد الصوره على هاد النزيله هذه. هاد النزيله وقعت في واحد لابريكاد اللي هي بعيده على المركز اللي كنت فيه، وقعت في واحد بعيده وما عندنا معها حتى شي علاقه، وما كتدخلش ديك البلاصه في منطقه النفوذ ديالنا، وبعيده علينا بكيلومترات، مئات ديال الكيلومترات ماشي بعيد علينا، وما كانش عندنا عليها شي علم مسبق، وما تنعرفوش واش وقعت شي جريمه ولا شي سرقه ولا هذه ما عرفناش لحقاش ماشي ما وقعتش في منطقه النفوذ ديالنا، ودازت عليها تقريبا ما يزيد على عام. صافي فقدوا الدركيين الامان، ولاو تيقولوا بان ولا عندهم شبه يقين بان هذه القضيه هذه عمرها ما غادي تفك. وبقات واخا ما تفكتش كتسجل ضد مجهولين باش يعرف المشاهد الكريم، كتبقى
كتسمى افير سويفر. كيدار لها واحد الدوسي في لابريغاد وكتبقى الابحاث مستمره فيها، كتبقى مستمره. هاد الجرائم اللي كيكون فيها القتل ما كتموتش، كتبقى مستمره الابحاث. مره دير واحد المحضر باش تواصل في اطار المواصله ديال الابحاث ديما، وكتبقى داك لو دوسي كيبقى في لابريغاد، كيمشيو دوك الجدرميه ويجيو جدرميه اخرين وتيبقى داك الدوسي بلاصتو، وتيبقى ديما اللي شدو الجدرميه اللي جاو جداد راه غادي يطلعوا عليه وتيعرفوا المضمون ديالو، المحتوى ديالو، والنازله شنو وقع فيها، وتيعرفوا الظروف والحيثيات ديالها، وتيبقاو مواصلين الابحاث لعل وعسى توصلهم شي معلومه ولا يكونوا على علم وعلى اطلاع مسبق بهاد النازله اللي كانت عندهم ديال هاد لافير سويف اللي عندهم في المركز ديالهم. هذه جريمه اللي مستقله وما عندنا معها علاقه. عاودتها لكم وعطيتكم غير نبذه عليها، واحد مختصر عليها، واحد الفكره مختصره عليها. قاش غادي تشوفوا بان الروح عزيزه عند الله، الروح عزيزه عند الله، وما كتعرفش السبب باش غادي تفك هذاك المشكل. الناس كاملين كيقولوا ديك القضيه عمرها ما غادي تفك وغادي تبقى هكاك، ولكن ربي كبير. انا هذاك المركز فاش كنت كنخدم، هذا الشيء تقريبا وقع في 2008. كنت انا ملحق في واحد المركز مؤقت، ان بوست بروفيزوار ديال الجدرميه، وكنا العناصر اللي كانوا في ذاك المركز المؤقت كل واحد جاي بريغاد. كتعرفوا دابا كاين البلايص مثلا اللي كتكون واحد البريغاد عندها منطقه النفوذ ديالها كبيره، وكيشوفوا المسؤولين بان راهم متجاوزين والمشاكل فيها كثيره. اش كيديروا؟ كيقسموا ديك منطقه النفوذ، كيديروا واحد المركز مؤقت، كيجيبوا ليه جدرميه من لي بريغاد اللي قراب باش يديروا العناصر باش يجيو تما يخدموا في ذاك المركز المؤقت. وذاك المركز المؤقت كيكون تابع لا بريغاد الام. كان واحد المركز المؤقت مشيت ليه انايا في اطار الدعم، ومشيت دوزت فيه تما تقريبا عام ونص اللي دوزت فيه. اثناء التواجد ديالي في ذاك المركز واحد النهار كنت في بيرمانونس، وكتعرفوا الدور ديال الدركي المداوم، حتى من بين المهام ديالو تلقي الشكايات ديال الناس. كنت في البريغاد، تدخل واحد السيد ما كنعرفوش، ما عنديش معاه شي معرفه مسبقه، جا دخل السلام عليكم. السلام، اش حب الخاطر سيدي؟ قلت باغي نسجل واحد الشكايه. باش غادي تسجل شكايه؟ باغي نسجلها بواحد السيد راه ولد الدوار ديالي، راه تيطلق الغنم ديالي، كتمشي كتدخل ليه الفلاحه ديالو. قلت واخا تنحاول، قلت هذاك السيد اللي كيرعى ليا الغنم مشى ما نعرف فين مشى، غفل على الغنم، قلت دخلات ليه الغنم الفلاحه ديالو ولا الغله ديالو. اعترف، قال لك ودي الغنم ديالي اللي دخلات للفلاحه ديالو. قال لك ملي دخلات للفلاحه ديالو اش غيدير هذا السيد هذا؟ قال لك غادي يجبد السلاح الناري وغادي يتيري في واحد 3 رؤوس الاغنام، 3 ديال الحواله، عزل دوك الحواله الكبار وتيرا فيهم بالخماسيه قتلهم، وهربت ديك الغنم. وجا عنده هذا مول الغنم قال لي حشومه هذا الشيء اللي درتي. قال لي يا ودي علاش حشومه؟ ماشي حشومه عليك انت اللي تطلق الغنم ديالك عليا، دخل تاكل لي الغله وتكرفس لي على الفلاحه ديالي وهذه. قال لك نزيد انا وياه في الهضره منك، قال لك تطور هذاك النقاش ولا تلاسل ولا تبادل ديال القذف والسب. قال لك حتى كنتفاجئ به. قال لي واش انت جاي لعندي هنايا باش تبدا تقول لي وتبدا تخسر معايا الهضره؟ انا كيما صفيت مع هاد 3 الحواله غنصفي معاك. قال لك وجبد الخماسي وهددني. قال لي غادي تزيد هضره وحده راه غادي نخويها فيك، يلا زيد مع الطريق. قال لك من تما جيت لعندكم، يعني بغى يسجل واحد الشكايه ضد واحد السيد من اجل التهديد بواسطه السلاح الابيض، السلاح الناري، السلاح ديال القنص. عاد زيد هذاك السيد قتل واحد 3 ديال الحواله بطريقه اللي هي بشعه. هنا ملي قلت لك واش داك السيد اول حاجه ملي يقول لك السلاح الناري، اول حاجه خصك ديرها تلقيت الشكايه ديالو، تعلمات النيابه العامه، مجرد ما شديت التصريحات ديالو واكد لي في التصريحات ديالو في الختام ديال التصريحات ديالو بانه يرغب في متابعه المعني بالامر من اجل الافعال الاجراميه السالفه الذكر اللي ذكرتها دابا. هنا اول حاجه غادي نديرها نقول لقائد المركز، عطيته المحتوى ديال هذه الشكايه وقلت له كاين تهديد بالسلاح الناري، وراه كاين 3 ديال الحواله اللي تقتلوا بالقرطاس، وعطاني هذيك السميه اللي عطاني ديال ذاك المشتكى به. خص قلت لقائد المركز باش نشوفوا في ديك اللائحه
اللي عندنا ديال حاملي السلاح. اللائحه ديال حاملي السلاح كانت في لابريكاد الام، لحقاش حنا كنا غير في مركز مؤقت، هذيك لا ليست كاينه في مركز الام. ملي تواصلنا مع قائد المركز ديال ديك لابريكاد اللي تابع ليها هذاك المركز المؤقت، غادي يقلب، غادي يقول لك اودي هذا السيد هذا راه ما عندوش السلاح وغير حامل للسلاح، وما كاينش الاسم ديالو في اللائحه ديال هاد الناس اللي حاملين السلاح عندنا في منطقه النفوذ ديالنا. هنا ولينا امام مشكله. واش هاد السيد عنده حيازه واحد السلاح ناري بدون سند قانوني؟ ممكن، مادام ان راه ما كاينش سميتو، ربما يكون هذاك السلاح الناري ديال شي واحد اخر، سلفوا ليه ولا حطوا عنده ولا ديال شي واحد من الاقارب ديالو وهزوه هو استعمله. هذه كلها فرضيات وكلها احتمالات ممكن باش تكون. ملي تعلمت النيابه العامه تحزمت انا واحد جوج ديال الدركيين وانتقلنا لعين المكان ودينا معنا هذاك المشتكي. مشينا توصلنا للبلاصه فين وقع هذا الحادث هذا. ملي وصلنا كنلقاو بالفعل 3 ديال الحواله ما بقاوش في البلاد ديال هذاك خينا اللي قتلوهم على حسب تصريحات والادعاءات ديال المشتكي، راه هزهم وخرجهم من البلاد ديالو وجابهم من البلاد ديال هذا السيد اللي جاي يشكي. قلنا له واش هنا كانت الغنم؟ قال لك لا، الغنم فين كانت. وملي قلبنا كنلقاو بالفعل كاين اثار، لحقاش فاش تكون مثلا الزرع واقف ملي تدخل وسط منه كتخلي الاثار ديالك، وحتى هذاك الحواله ملي تجروا باش يتحيدوا من تما بقى الاثار ديالهم في ذاك الزرع. هذاك الزرع تهرس وعرفنا بان راه كان دوك الحواله تما بالضبط. درنا المعاينه ديالنا، التقطنا صور الحالة الأمكنة ولديك الحواله اللي تيرا فيهم بالقرطاس، شدينا صور لديك البلاصه اللي تضربوا بها في القرطاس. من بعد غادي ننتقلوا عند الاخر باش نستمعوا ليه. الاخر كانت عنده الارض الفلاحه ديالو تما وكانت الدار ديالو قريبه. وقبل كنا سولنا هذا السيد، سولته قلت له واش عندك شي شهود؟ قال لي ودي كاين واحد جوج ديال الشهود. قبل ما ندوز عند المشتكى به قلت لي الشهود فين هما؟ قال لي هما غاهنا راهم فين كاينين، وراهم ليا تقريبا تكون واحد 500 متر ولا باش بعاد علينا. مشينا عندهم لقينا كنصفروا لهم ما تجاوبوش معنا وكنا مضطرين باش غننتقلوا لعنده. مشينا لقيناهم جالسين في واحد الكازو مجبدين تما، السلام عليكم. طلعناهم على الصفه ديالنا وعلى السبب ديال القدوم ديالنا وطلبنا منهم لي كارت ناسيونال. عطاونا لي كارت ناسيونال ديالهم. قلنا لهم ودي واش نتوما عاينتوا هادشي اللي وقع؟ واش عايشتوا شي حاجه؟ اشنو وقع هنايا؟ وشكون اللي ضرب هذوك الحواله قتلوهم؟ قال لك اودي حنا مستعدين، راه حنا شهود عيان ومستعدين باش نعطيو الشهاده ديالنا، والشهاده راه ما يمكنش نجليوها، شهاده حق غادي نقولوها وما غنخافوا من لومه اي لائم. استمعنا الاول كيأكد بالضبط بان راه كانوا واقفين في هذه البلاصه فين لقيناهم. قال لك فاذا به كيثير الانتباه ديالهم واحد النزاع كان وقع بين المشتكي والمشتكى به. قال كانت غير الهضره. قال لك من بعد تطور ذاك النزاع، ذاك الشجار ديالهم وهذيك الملاسنات ديالهم الى تبادل القذف والسب. قال لك موراها مشى هذا المشتكى به مشى جاب الخماسيه، منين جابها الله اعلم. قال لك راه تيرا في هذاك 3 د الحواله قتلوهم وبدا كيهدد في السيد. قال لي راه حتى انت باقي شي حاجه ديالك تدخل لهنا راه غادي نصفيها لك. يعني هاد الشهود بجوج، الشاهد الاول والشاهد الثاني. والشاهد ما كنقولوش باش ندير واحد نفتح واحد القوس هنا، كنقولوا مصرح. ضباط الشرطه القضائيه راه ما عندوش الحق باش يدير المحضر، يكتب في المحضر الشاهد، يدير المصرح. لحقاش شكون هو الشاهد؟ هو اللي كيأدي، ما كنسميوك قانونيا ما كيتسمى شاهد حتى كيأدي اليمين القانوني امام المحكمه، حتى كيأدي اليمين ويقول اقسم بالله بانني ما نقول الا الحق وهذه وداك الشيء اللي شفت وهذه. ملي كيأدي اليمين عاد قانونيا كيتسمى شاهد. اما ملي كيكون اثناء البحث التمهيدي تيتسمى غير مصرح. هذا خطا شائع، شحال مره كنشوفوا في محاضر في خلال المسار المهني ديالي. الناس اللي كانت عندي معاهم علاقات كنت حاولت باش نصلح هذا الخطا الشائع اللي كنعرفو. كنقول له ودي كنشوفه عنده في المحضر تنقول له ما خصكش دير الشهيد، كدير المصرح. راه ما كيولي هذا المصرح شاهد، تيمشي قدام المحكمه ويحلف تما عاد كيتسمى قانونيا شاهد. اما دابا كيتسمى غير مصرح. غير هذا غير التوضيح و واحد المعلومه بالنسبه للاخوان المزاولين باش يكونوا على اطلاع وعلى علم بها.
ان هذا خطا شائع والاغلبيه كتطيح في هذا الخطا هذا. وحاولت باش ننور مادام في هذه الفرصه هذه كانت عندي هذه الفرصه باش ننور ويكون الانسان على المام بالامور. المهم استمعنا ليه، قلت لكم انا الشاهد غير حيت كانت تعاود، اما قانونيا مصرح. استمعنا الاول استمعنا الثاني نفس الاقوال، وما استمعنا لهمش في بلاصه واحده، ماشي قانوني. خصك تبعدوا على الاول وتستمع الاول، وملي تستمع ليه قول ليه سير في حال، سير رجع بلاصتك وتعيط للاخر، لحقاش هذا ما خصوش يقول، ما خصوش يعرف اش قال هذا، وهذا ما خصوش يعرف اش قال هذا، باش ما يتفقوش. لحقاش الا استمعتي لهم وما مجموعين ببلاصه واحده ربما غتبانش تناقضات، ربما الا كان شي كذوب ما غيبانش، وغادي تكون التصريحات ديالهم متطابقه بيناتها. لذلك ما خصكش تبدا تسمع للناس واحد حدا واحد، اللي غتستمع ليه خصك تعزلو على الناس وتستمع ليه بوحدو. من واحد الناحيه كياخذ راحته وكيعطيك كل شيء، ناحيه ثانيه باش هذاك الاخر ما يعرفش اش قال هذا، وربما طيح في شي الا كانت شي مؤامره ولا تنكشف الخيوط ديالها ويبان الكذوب ويبان التناقضات. هذا هو الغرض. علاش؟ ولكن كانت التصريحات ديالهم متطابقه بجوج. هنا ملي استمعنا لهم غادي ننتقلوا للدار ديال هذا المشتكى به. انتقلنا لعنده. الدار ما كانتش تتبعد بزاف، كانت قريبه تما، ماشي حاجه كثيره، تقدر تمشي ليها غير على رجليك. مشينا ملي وصلنا كلاكسونينا، مع كانوا تما كلاب الحراسه، خفنا نهبطوا باش نمشيو ندقوا عليه باب الدار ولا يجي شي واحد من الكلاب يتعدى علينا. لذلك بقينا كنكلاكسونيو حتى خرجت واحد السيده، هضرنا معها قلنا لها واش كاين مول الدار، قالت لك اودي راه كاين. قلنا لها عيطي ليه، عيطت ليه، جا قلنا له عطيه جيب لاكارت ديالك، قال لك انا نمشي نجيب لاكارت من الدار. مشى جاب لاكارت، بعد ما تاكدنا منه من الهويه ديالو غادي نستمعوا ليه. وهنا نشير واحد الحاجه، راه كاين واحد الخطا شائع كيترتكب، مثلا بحال المشتكي، كاين اللي مثلا كيدي المشتكي معاه ويديه للدار ديال المشتكى به ويحضر معاهم اثناء البحث. هذا خطا اللي هو فادح، لحقاش هذاك اللي مشيتي عنده ما كيرضاش، ويقدر ينوض لك شي صداع تما، ويقدر واحد يضرب واحد، يقدر واحد يقتل واحد، يعني فيها الريسك. يعني هذا استمعنا ليه المشتكي، الله يعاونك حتى نبغيوك غنجيو عندك وغتمشيو مشينا بوحدنا. استمعنا لهذا، قلنا لها جينا عندك ملي تاكدنا من الهويه ديالو، ها السبب ديال الزياره ديالنا. قال لك ودي بالفعل وقع لي مشكل معاه، واش كيدير ليا؟ راه كيطلق ليا القطيع ديال الغنم ديالو، كيطلقوا ليا الفلاحه، وراه كياكلوا ليا الزرع، وراه كيتكرفس عليا داكشي، وكتولي عندي خسائر. وراه تبريت منه المره الاولى، تبريت منه المره الثانيه، الثالثه، الرابعه، راه ما بغاش يحبس، راه تيحط الغنم وما كيدير شي واحد اللي يحضيها، والغنم كتدخل وانا كناكل كنضيع في رزقي. قال لك ملي ما بغاش، قال لك كنت مضطر باش نهز واحد الكرابين عندي وتيريت فيه. في تلك الحقبه كانت الكرابين مازال ما عندهاش الورق، كانت الكرابين مازال ما عندهاش الورق، ما مفروضش عليها الرخصه ديال حمل السلاح، كان الكرابين يشريها اي واحد. ولكن حاليا لا، حتى الكرابين ولات عندها رخصه ديال حمل السلاح حاليا. في ديك الحقبه اللي قال لك الكرابين، ولكن حنا هذيك الضربه اللي عايناها على دوك الحواله ماشي ديال الكرابين. الكرابين عرفتوا باش كيتيرها واحد البيه ديال الحديد، وهذيك الضربه كبيره ما يمكنش. وكنا درنا باش ما نغفلش واحد القضيه، كنا درنا واحد الحمله تمشيطيه تما البلاصه فين تضربوا هذوك الحواله، هاكم لقاو الخرطوشات، هذاك الخاوي ديال القرطاس، لقاش فاش كيتيري بالخماسيه كيطير الخاوي كيبقى تما. قلبنا كما نلقاوه ولكن ما لقيناش. كان الزرع واش هزو هو، واش ما قدرناش نلقاوه الكثافه ديال الزرع، الله اعلم. قال لك لا، غير الكرابين. حنا كنا على يقين، حنا ولاد الاسلحه، ودرنا تكوين الاسلحه، وكنعرفوا الضربه ديال الطلقه ديال القرطاس، ديال الخماسيه وديال الكرابين، كنعرفوا اي حاجه. علاش؟ لحقاش عندنا المام، وهذا ميدان ديالنا، وحنا حاملي السلاح، وحنا حاملي السلاح محاربين، ماشي غير حاملي السلاح. لحقاش كاين حاملي السلاح بحال الاخوان ديال الشرطه، ولكن الناس ديال الدرك الملكي حاملي السلاح محاربين، لحقاش كنشاركوا في الحروب، وحنا تابعين للمؤسسه العسكريه، وكنخدموا في منطقه العمليات، في الحزامات، في الاحزمه
الحزام الامني مثلا ديال بلادنا كنكونوا تما، كيكونوا الدركيين، الدرك الحربي، يعني حامل سلاح محارب الدركي. المهم عرفنا حنا بان راه ماشي الكرابين، قلنا لي جبنا الكرابين باش ضربتي، مشى جاب لنا فعلا الكرابين. الكرابين كان اللون ديالها بحال قهوه كيميل الصفوريه. عيطنا لهذوك الشهود، عرضنا عليهم ديك الكرابين، قلنا لهم واش هادي باش ضرب؟ قال لك اودي ما نقدروش نحددوا لحقاش كانوا بعاد بامتار، ما نقدروش نجزموا واش هادي ولا شي سلاح اخر، ما يمكنش، ما نقدروش. حنا الطلقه الناريه سمعناها، والكرابين كتعرفوا ملي كتضرب بها الضربه ديالها ما كدير لا تحدث صوتا اللي هو شي صوت اللي كبير، ولكن الخماسيه لا كدير الصوت. قال لك سمعنا 3 طلقات ناريه، واش هذا السلاح واش سلاح اخر الله اعلم، ما نقدروش نجزموا. قلنا السيده ودي حنا راه عندنا تجربه في هذا الميدان، وحنا ولاد هذا الميدان، راه ماشي لا كرابين، راه الخماسيه. وعرضنا ديك الكرابين على الضحيه، قال لك لا ماشي هي هذه، راه هذيك لاكروس، هذيك الخشبه ديال هذاك السلاح باش ضرب، راه ماشي صفر هكا، راه قهوي غامق. اللون ديال داك السلاح راه قهوي غامق ديال داك الخشب ديالو، ماشي هو هذا. حنا درنا اتصال بالنيابه العامه، وهنا ارتئينا باش نديروا التفتيش في الدار. واش كنقول لكم التفتيش عنده دور كبير وكبير وكبير بزاف في اظهار ديال مجموعه ديال الحقائق، وبفضل التفتيش انكشفت مجموعه ديال الحقائق. غادي نديروا تفتيش في الدار ديالو. في الاول قال لك علاش؟ واش انا كنبيع الكيف، واش انا كنبيع الحشيش باش تقلبوا لي الدار؟ انا درت مع السيد اللي في البلاد، انتم غادي تدخلوا تقلبوا لي الدار. قلنا ليه شوف غادي ندخلوا نقلبوا الدار بقوه القانون، وماشي انت اللي غتقول لنا واش عندنا الحق ولا ماشي عندنا الحق، ماشي انت اللي غتامرنا وانت اللي تقول لنا اش ندير ولا ما نديروش. انت هنا مشتكى بك في واحد النزيله، غادي تجاوب. دابا قلنا لك غنقلبوا الدار، غتقول لنا ايه لا، قلتي ايه راه غادي ندخلوا، قلتي لا راه غنتصلوا بالنيابه العامه المختصه وراه غتعطينا التعليمات وغنطبقوا ديك التعليمات اللي عطاتنا، وراه ماشي في صالحك باش غادي ترفض. بعد اخذ ورد قال لك سيدي يلاه زيدوا قلبوا. قلبنا امام الاصرار ديالنا. في الاول كان باغي يخرج فينا عينيه باش نزيدوا، هذا هو الغرض ديالو من ذاك المقاومه اللي كانت في الاول، ولكن الحمد لله ما غاديش نرضخوا وما غاديش نستسلموا وما غاديش نهبطوا يدينا بقوه القانون، ماشي بشي حاجه، بقوه القانون. المهم بعد ما حصلنا على الموافقه الكتابيه ديالو دخلنا للدار، بدينا كنقلبوا الدار. كتعرفوا الديور ديال البوادي، الديور ديال البوادي مبنيه بالطريقه القديمه، مبنيه بالتراب بالطين، وكاين الخشب الفوق السقف، وهذه نتوما تعرفوا كيفاش كيتبناو الديور ديال البوادي. المهم دخلنا وكيكونوا الديور ديال البوادي كيكونوا ملحقات ديال المسكن. هنا الدار فاش ساكنين هنا كيكونوا الكواره فين تيحطوا العلف، فين تيحطوا الغله، فين كيكون كثير عندهم الدخشيش. المهم دخلنا اول حاجه دخلنا للمسكن اللي هذاك الدار اللي معده للمسكن للسكن فين كان عايش بها. قلبناها قنت بقنت، واحد التفتيش، واحد عمليه تفتيش دقيقه، ما لقينا حتى شي حاجه، وهذه العمليه ما عطات حتى شي نتيجه ايجابيه. تما قلنا لي غادي ندوزو باش نقلبوا الكواره ونقلبوا هادوك واحد المحلات كندير فيهم العلف، كاين هذه مجموعه ديال الملحقات ديال المنزل. قال لك لا ما تقلبوش، انا عطيتكم الاذن غير على الدار. قلنا له فاش دينا الاذن وراه سنيتي لنا على الموافقه ديالك، وراه ماشي قال لك انا عطيتكم موافقه غير على الدار. قلنا لي القانون راه تيخول لينا باش نقلبوا الدار والملحقات ديال المسكن ديالك حتى هما، بغيتي ولا ما بغيتيش. حاول باش يمنعنا. تواصلنا مع النيابه العامه، قال لنا واش عندكم موافقه الكتابيه؟ في الاول قلنا له عطانا موافقه، ولكن خلانا نقلبوا غير الدار اللي كيعيش فيها، ولكن الملحقات المسكن ديالو قال لك لا غادي تدخلوا، الا ما بغاش غادي ديروا تحت التدابير ديال الحراسه النظريه وغتقلبوا الدار. وقلبنا الدار، قلبنا الملحقات، عفوا الملحقات ديال الدار. تعرفوا الدخشيش خدت منا العمليه وقت كبير، كاين الخناشي، كاين العلف، كاين التبن، كاين مجموعه ديال الامور. بينا كنقلبوا حتى لجدان اللي كان معنا مع عيط ليه التحق بنا بعين المكان، والتحق مع عيط العناصر اخرى التحقوا بنا باش نسرعوا
عمليه التفتيش، لحقاش كما قلت لكم الدخشيش كثير تما. بدينا كنقلبوا ما لقيناش. فين غيحط السيد هاد الخماسيه هذه؟ وكانوا شي قناطر ديال القمح. مادام قلبنا وشفنا شي بلاصه تما ربما يكون راه يكون حفر، يكون فيها الحفير جديد، لحقاش كاين اللي غادي يدفنها، ربما غادي يدفنها وما غاديش نلقاوها في الارجاء ديال المسكن. قلبنا تماك ما لقاو شي بلاصه اللي يلاه محفوره حديثا، ما لقيناش. قلبنا كل شيء حتى بقاو لينا ما خلينا حتى شي حاجه. وهذه العمليه ديال التفتيش تقريبا خدات منا شي 5 ديال السوايع حتى بقاو شي قناطر ديال القمح. وكان عندنا اصرار باش غادي حتى دوك القناطر نقلبوهم حتى هما. جبنا واحد الباش كبير وخوينا دوك القناطر، بدينا كنخوي فيهم. خوينا القنطار الاول القنطار الثاني. لحسن الحظ فاش هزينا كنخويو كطيح الخماسيه، كنلقاوها. لقينا الخماسيه، ومادام ما خلاناش باش نقلبوا الملحقات ديال المسكن، كانت تقوات عندنا الشكوك. قلنا هنا في هذه الملحقات غيديرها، واخا احكم العمليه ديال الخزين ديال هذه الخماسيه، ولكن فاش كيكون الانسان تيقلب بدقه وما يغفل حتى حاجه. وهذا نداء للزملاء المزاولين اثناء عمليه التفتيش. بحال دابا شحال غيقلب غادي يشوف الخيشه ما يلقاه يزيد وما غتلقاش السلاح، وغيقول لك انا غادي يبقى متشبت بان انا ضربت غير بهذا الكرابين. الكرابين ما عندوش كيخول ليه القانون، ما كيفرضش عليه القانون باش يكون عنده رخصه ديال حمل السلاح ديالها. يعني كان غادي يفلت ما نحجزوش هذاك الاسمين، ولكن الاصرار ديالنا والمهنيه ديالنا والحنكه ديالنا مكنتنا باش نلقاو هذاك السلاح بعد عناء كبير. من اللي لقيناه قلنا له السلاح باش ضربتي، وهذا لا قلنا له هذا علاش خزنتيه؟ مادام خزنتيه يعني عندك نيه مبيته. هذا السلاح هذا منين جاك؟ منين جاك هذا السلاح هذا؟ هذا السلاح انت ما عندكش الرخصه ديال حمل السلاح، ديال حمل الاسلحه الظاهره، ما عندكش منين جاك هذا السلاح؟ خصك تكشف لنا على المصدر ديال هذا السلاح هذا. بقى انا ما عرفتش، لقيتو ما لقيتو. امام هذا الوضع خدينا التصريحات ديالو. هنا غادي يعترف بان راه ضرب بالفعل. هذاك استمعنا ليه واحد التصريح ثاني، حق التصريح الاول قال لك انا ضربت غير بلا كرابين. ملي درنا التفتيش ولقينا هذه الخماسيه استمعنا ليه تصريح اخر غادي يقول لك بان بالفعل هذا السلاح اللي لقيتوه راه هو باش ضربت هذوك الحوالب 3، وهو باش هددت هذا المشتكي. هو غادي يعترف. ملي اعترف درنا اتصال بالنيابه العامه، تحجز ذاك السلاح ومشينا انتقلنا لعين الماء، مشينا للبريغاد وديناه معنا. درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. اثناء الاستماع ليه في التصريح الثاني، عفوا استسمح، الله اكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رسول الله. نواصلوا السرد ديال القضية ديالنا. قلت لكم بلي وصلنا للمكتب غادي يستمعنا ليه في تصريح ثاني، يعترف بالفعل واجهنا بهذه الحقيقة، واجهنا بالخماسية راه تحجزات. غادي نسولوه ملي اعترف هي اللي استعمل في هذا الاعتداء ديالو هي باش يهدد هذاك المشتكي. غادي نسولوه على المصدر ديال هذا السلاح، منين جا هذا السلاح، خصوصا كما قلت لكم هو ما عندوش رخصه وما عندوش سلاح. في الاول بدا كيتخوى، ولكن امام الاصرار ديالنا والمحاصره ديالو مجموعه ديال الاسئله غادي يقول لك بان راه واحد السيد كان خدم عندي في الفلاحه لمده، وراه هو فلان، وراه هو براني على منطقه، راه هو اللي دبر لي عليه، هو اللي توسط ليا
ودبر لي عليه. شكون هذا؟ شكون؟ اش من بلاصه فين ساكن؟ عطانا الدور فين ساكن. ديمارينا هو خلاص دار تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، وديك الخماسيه تحجزات، ومشينا انتقلنا لعند هذا اللي جبد لنا الاسم ديالو. وصلنا لتما، تواصلنا مع عون السلطه المحليه، قال لي واش عندك شي واحد سميتو عندك هنا في الدوار؟ قال لك بالفعل كاين، وهذاك راه براني من المنطقه الفلانيه، ولكن راه مده هذه وهو عايش معنا هنايا. ورانا الدار ديالو، دقينا عليه لقيناه، تاكدنا من الهويه ديالو، من انه الشخص نفسه موضوع البحث ديالنا، وسولناه واجهناه بهذه المعطيات اللي كشف عليها هذا المشتكى به. قال لك ودي انا غتوسط، قال لي يا ودي والله ما كرهت، بغيت شي سلاح، راه كاينين الشفاره وكثروا الفراقشيه وكيديو ندافع به على راسي، ما ندافع به على راسي. وانا راه كان واحد السيد من عندنا من البلاد، وراه قال لي الا لقيتي شي واحد اللي بغى شي سلاح راه نبيعوه ليه، راه عندي السلاح. شكون هو هذا؟ قال لنا ها الاسم ديالو والاسم ديالو كيسكن في الاصل ديالي، مسقيط الراس ديالي فين كيساكنين والديا. هذيك المنطقه كانت معروفه فيها الفراقشيه بزاف، لا داعي لذكر المدينه، معروفه فيها الفراقشيه بزاف. هنا ملي كشف لنا الهويه وقال لك اودي انا راه لقيتهم بجوج، واش هذا مشى عنده ولا الاخر اللي جا؟ قال لك لا، هذاك مول السلاح، مشيت انا انتقلت لعنده، قال لك مشيت لتما زرت والديا وحييت الرحيم مع عائلتي. قال لك في نفس الوقت تلاقيت معاه، قلتها لي، قال لك وجيت انا وياه. قال لك كنا كرينا واحد الخطاف هو اللي جابنا، قال لك كان خازنها في واحد الميكا، المهم باش ما تبانش جابها في خيشه. قال لك وجينا في حالاتنا، قال لك حتى لقيتهم هنا تخالصوا. شحال باش شراها؟ قال لك ودي راه شراها تقريبا بشي 4000 درهم باش شراها من عنده. هادشي علاش حضرت، وإلا كان شي حاجه اخرى ما حضرتش ليها. قال لك انا ها الوسطه وما عرفتش انا هادشي واش مخالف للقانون، وانا راه ما قاريش وما عرفتش السلاح واش خصو رخصه وما عرف. وبالفعل كان انسان غير متعلم، ما عمرو ما قرا، عمرو عرف شي حاجه، عاش غير في الباديه، ما كيعرفش القانون، ما كيعرف حتى حاجه. وكان هادشي بان لينا غير من خلال ملي سولناه بكل تلقائيه كيجاوب وتيقول لك هادشي اللي عرفنا انا المخزن، انا ما نكذب عليه ما حتى حاجه، يعني تعاون معنا وما خزن علينا حتى شي حاجه. هنا غادي نديروا الاتصال بالنيابه العامه، قال لك الوضع ديالو حتى هو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، وغادي ننتقلوا معاه نمشيو معاه للدوار ديالو لبلادو فين كاينه بلادو باش يورينا هذا شكون اللي باع السلاح. بالفعل كونا واحد الدوريه فيها 4 ديال العناصر وهزيناه معنا وانتقلنا لذاك الدوار ولديك البلده اللي كاين حاضر منها. هذاك الدوار كان بعيد على واحد المدينه شي شويه، وكانت هذه المدينه بعيده علينا تقريبا شنقول لكم واحد 300 كيلومتر ولا باش بعيده. وصلنا تما ورانا الدار، مشينا خلاص اجراء روتيني، مشينا لابريكاد المختصه ترابيا، عطاونا واحد 2 عناصر في اطار المؤازره، مشاو معنا تورثنا الدار ديال هذاك. ملي وصلنا لتمايا كنسولوا على هذاك، قال لك ودي ها القهوه فين تيكون؟ الجدرميه سولوا عليه تما، قال لك ها في القهوه فين تيكون؟ مشينا للقهوه مباشره، يلا كيدخلنا هذيك القهاوي لي كافي مور اللي كيكونوا في البوادي، كانوا كيلعبوا الكارطه تمايا حتى وراه لينا داك السيد. قال لك ها هو. مشينا عنده السلام، غير مجرد ما شافنا تبدلات الملامح ديال الوجه. لاكارت ديالك عطاها، قال لك لاكارت راه خليتها في الدار، قلنا لها تعطيها الناس سميتك، قال لك سميتي، تاكدنا الاسم اللي عطانا هو هذاك، يلا تمشي معنا للدار. مشى معنا للدار، لعيت للزوجه ديالك باش تجيب لاكارت، تقول لها فين كاينه لاكارت، دق على الدار، خرجت الزوجه ديالو جابت ليه لاكارت، تاكدنا منها، عاد كشفنا ليه على المضمون ديال المشكل على جينا عنده. هاش كاين في الاول حاول باش ينكر، استمعنا ليه، نكر في الاول جمله وتفصيلا اي علاقه عنده، وقال لك هذا مجرد اتهام باطل لا اساس له من الصحه. واجهناه مع هذا السيد، قال لي ودي كاينه انت اللي عطيتيني ودرتي ليا وفعلتي ليا، وقال لي بالحضور ديال فلان، ويجبدنا واحد اخر من تما من بلادو. مشينا استمعنا ليه لهذاك، قال لك ودي بالفعل حضرت، راه قال لي راه غتبيع وتفاهم معاه، وراه مشى انتقل معاه حتى لديك البلاد باش دا معاه الخماسيه، لحقاش الاخر انا قال لي انا ما نهزش الخماسيه، انت اللي غادي تهزها، انت اللي تمشي، ولا كاين اللي غادي يشريها من عندك، يلا تمشي معاه توصل ما تخلص فيها وترجع في حالة تشد فلوسك ورجع في حالتك. هذا الشاهد الثاني اللي كان حاضر اكد الاقوال ديال هذا المصرح، اكدها لينا. ملي اكدها لينا وجهناهم هنا لم يجد بدا من الاعتراف، وكنا درنا واحد البرقيه باش ما نغفلهاش.
درنا واحد البرقيه ملي حجزنا هذاك السلاح، درنا واحد البرقيه لحقاش ما عرفناش المصدر ديال داك السلاح. درنا واحد البرقيه وتعممات على جميع مراكز ديال الدرك الملكي، كاع لي بريغاد ديال المغرب. صيفطنا لهم النوع ديال السلاح والرقم ديال السلاح، ودرنا لهم واحد الميساج واش كاين شي بريغاد اللي سجلات شي شكايه ديال السرقه ديال السلاح. ها السلاح، ها الماركه ديالو، ها الرقم ديالو، المسائل ديالو كاع اللي متعلقه به عطيناها. حنا كنا تما كنستمعوا لذاك الشاهد كيصوني التليفون. شكون اللي كيصونها ليا؟ قائد المركز المؤقت. السلام من الجيدون، قال لي حجي صافا فين راكم؟ قلت له ودي راه حنا في البلاصه، حنا وصلنا، هذاك راه لقيناه، راه معنا، وراه نكر في الاول، وراه هذا راه جبدنا واحد اخر كان حضر ملي اتفقوا على هذا الشيء، راه اكد الاقوال ديال ذاك المصرح اللي جبناه معنا. قال لي نقول لك، قال لي شتي داك السلاح هذا راه مسروق. قلت ليه منين مسروق من الجيدون؟ قال لي من لي بريغاد الفلانيه، وراه كوموندون بريغاد ديالها عيط ليا ملي وصلهم الميساج ديالنا، راه عيط ليا قال لي داك السلاح راه تسرق، وراه ماشي غير السلاح اللي تسرق من واحد الضيعه فلاحيه، راه كان القتل متبوع بالسرقه. يعني هذاك اللي باع داك السلاح غير اما يكون متورط ولا عنده علاقه مع الناس اللي متورطين في هذا الشيء. هذيك القضيه اللي عاودت لكم في الاول، قلت لكم بقات ما تفكش اللغز ديالها. ها السلاح اللي تسرق في لقيناه تلقاه في مدينه اخرى، ودرنا ميساج والحمد لله بانت الحقيقه. ملي توصلوا ديك البريغاد اللي كانوا دايرين ديك القضيه ضد مجهولين ما معروفش شكون فيها، باش نقول لكم الروح عزيزه عند الله. شوف بانت الحقيقه ديال ديك الروح، شوف فين بانت، في بلاد بعيده ب 300 كيلومتر. هنا عيط لي قال لي ردوا معاه البال، راه هذاك الا ما كانش متورط غيوريك شكون اللي متورط، راه جريمه قتل، لقينا جابها في الخماسيه. غير قالها لي بلا ما نبين حتى شي حاجه. جيت قلتها للدركيين اللي معايا، جريناه دخلناه وسط سيارات المصلحه. قلنا لي شوف نقول لك واحد الحاجه، حنا دابا راه ما كنقلبوش غير في السلاح منين جاي؟ تقول لنا منين جاي؟ بقى تيتلوى من هنا من هنا. قال لك اودي نعاودك واش قلنا له، شوف راه ماشي غير السلاح، هذا السلاح راه تسرق من واحد الفيرما، وديك الفيرما تقتل العساس ديالها ومشى الغنم ديالها، وهذاك الرباع اللي كانت تما راه المجرمين جدرتوا ليه عطينا. قال لك صافي دابا ما بقى ما يتخزن، صافي الحقيقه بانت ما بقى ما يتخزن. شكون اللي كان معاك؟ كشف لنا على الهويه ديال 5 اخرين من غيره هو، يعني بسته. ورانا واحد الكاميو كان بلاصي تما في الدوار، دايرين عصابه وغير من ابناء الدوار. قال لك شتي داك الكاميو هو باش هزينا البقر، هكذا ما بقى ما يتخزن. شديتوا عندي السلاح جبتوني بالسلاح وهادي وجاو الناس شهدوا عليا انا والله ما نخزن شي حاجه. قال لك انا راه كندير الحاجه كنقد بها، ولكن القتل ماشي انا. شكون اللي قتل؟ قال لك فلان وفلان هما اللي دخلوا، وراه واحد فيهم اللي قتل، اما انا راه بقيت عساس على برا. وهذا مول الكاميو بقى في الكاميو ديالو. مشينا عند مول الكاميو هو الاول، استمعنا ليه. الكاميو ديالك هو واش انت متورط في هذه القضيه؟ قال لك لا. واجهناه بالاقوال ديال الاخر، قال لي شوف اخويا ما بقى ما يتخزن. جبناهم لابريغاد ديال ديك البلاد، درنا لهم مواجهه، اعترف حتى هو. الكاميو حجزناه باش نهزوا الكاميو 300 كيلومتر نديوه حتى البلاصه فين عندنا فين كاين المشكل، ما يمكنش. اتصلنا بالنيابه العامه، درناه في لافوريير تما في ديك البلاد، في ديك المدينه، درنا الكاميو تما تحت التصرف ديال العداله. وجينا في حالتنا واعتقلنا هذاك مول الكاميو وشدينا هذاك الاخر، يعني بقاو 4 هاربين. قلبنا عليهم اللي كنا تما ما كاينش الاثار ديالهم. جينا في حالتنا، رجعنا لابريغاد، دار اتصال خلاص بالنيابه العامه، الوضع ديال الجميع تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. استمعنا ليه، قال لك بالفعل انا كنت في الكاميو تسرقوا البقر، شحال من بقره، شحال من عجل اللي تسرق. المسائل انا اراه الدور ديالي كينحاصر في هذه الشبكه هذه في الكاميو وفي السياقه، ما كندخل ما كنضرب ما كنسرق، كيشرجيو وكنضي مالي، لا اقل ولا اكثر. القتيله ما قتلتش، دوك الناس ما كتفتهم، ما سديت لهم فمهم، ما حتى شي حاجه. الاخر قال لك انا غير عساس على برا. هذوك 4 انكشفت الهويه ديالهم، شدينا الهويه ديالهم ودارت لهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وجبنا هذوك البريغاد، دار لهم واحد المحضر على حقه وطريقه. وهذيك السلاح الناري اللي تحجز، جاو لابريغاد اللي كانت وقعت عندهم هذيك القتيله، علمناهم وانتقلوا لعندنا. ملي انتقلوا لعندنا تعطاتنا
النيابه العامه التعليمات باش غادي نديروا المحضر ديالنا ونقدموا هادوك، نعطيوهم لديك لابريكاد، نقدموهم على ود، نقدموا هذاك على ود ذاك التهديد والمسائل وهذه وذاك القتيله ديال دوك الحواله، ولكن الاخرين يتعطاو لنا بريكاد اللي كانت عندها القتيله ومسجله ضد مجهولين. جاو ديك لابريكاد شكرونا على المجهودات ديالنا، الله يعطيكم الصحه، بينتوا الحقيقه ديال واحد اللغز اللي بقى غامض، انكشفت الهويه ديال الاخرين اللي كانوا متورطين معاهم. الحمد لله كل شيء انكشف وبانت الحقيقه ديال ديك الجريمه اللي كان الدم ديال هذاك كان غيمشي هكاك مسكين يضيع، واللي قتلوه ما كانوش غادي يتحاسبوا. ولكن كما كنقول لكم الروح عزيزه عند الله وربي كبير، ربي كبير وكبير 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 بزاف الحمد لله. هادو خلاص ديال التهديد وهذه، عنده غير التهديد وشرى داك السلاح، هادشي اللي كان عنده. هذاك قدمناه ملي كملت المده القانونيه، هذاك السلاح اللي تحجز عطيناه لديك لابريكاد اللي كانت وقعت عندهم ديك الجريمه مقابل اشهاد بناء على التعليمات ديال النيابه العامه، لحقاش هما اللي مسجلين الشكايه ديال القتل وديال السرقه ديال السلاح ديال القنص، وهما اللي مسجلين هذاك الاحتجاز اللي داروا هذاك الاعتداء اللي وقع على ذاك الرباع، يعني داوهم. حنا الاخر قدمناه، هذا اللي قدمناه اللي ضرب بالخماسيه وقتل هذوك ثلاثه وسميتو تضرب بعامين 2 حبسا نافذا. هذاك الاخر ذاك الوسيط مشى معاهم حتى هو داوه هذا ملي تقدم وسالا وكملات الاستنطاق ديالو والمسائل ديالو، خلاص دار ليه الايداع في السجن، وإلا احتاجوا دوك الجدرمي غادي يجيو يستمعوا ليه في السجن، وكما قلت لكم تحكم ب2 حبسا نافذا. هذاك الاخر اللي كان داير الوساطه تقدم حتى هو تضرب ب6 اشهر حبسا نافذا. اما ذاك بول الكاميو ودوك الاخر اللي باعوا الخماسيه هذوك متورطين في جريمه قتل، داوهم جدرميه ديال البريكاد الاخرى اللي بانت الحقيقه ديالها. هذوك كانوا استمعوا ليهم وقدموهم، تضربوا هاد الجوج هادو تضربوا ب30 سنه سجنا نافذا. هذوك الربعه اللي كانوا هاربين من بعد تشدوا واحد بالواحد. هذوك الجوج اللي كانت تثبت، هذوك الثلاثه عفوا اللي تثبت بانهم دخلوا له سميتو تضربوا حتى هما ب30، ولكن هذاك اللي شهدوا فيه اللي قتل تضرب بالمؤبد. باش تشوفوا هادو دابا غا حضروا في جريمه قتل ما قتلوا ما والو، دا 30 عام باش يعرف الانسان اش كيدير. والاخرين دا المؤبد، هذاك اللي قتل دا المؤبد، وبانت الحقيقه ديال واحد الجريمه اللي كانت غامضه وكانت محيره الناس ديال واحد المنطقه، وكانوا استنكروها الناس ديال المنطقه، والحمد لله بانت الحقيقه ديالها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ديال المجهودات ديالنا. نتمنى باش هذه القضيه هذه تخاد منها عبر وتخاد منها دروس. وبالمناسبه كنوجه واحد الرساله لحاملي السلاح، حاملي السلاح ديال الصيد، الناس اللي عندهم الرخص ديال الخماسيات، راه خصك دير ديك الخماسيه. هذاك السلاح راه مسؤوليه، هذاك السلاح راه خصك ديرو في بلاصه مامنه. وإلا بغيتي تسافر ولا بغيتي راه كاين لارميري، شتي هذاك اللي كتشريو عنده القرطاس وكيبيع الخماسيات بالرخصه بهذا، راه يمكن لك تمشي تحطها عنده الا كنتي مسافر ولا مشيتي للخارج، ولا كتحطها عنده هذاك مامن وهذاك مرخص وقانوني تما كتحطها، ولا كدير لها كفر فور. اما باش تعلقها وتحطها في واحد البلاصه، وكاين اللي كيحطها في دار بحال هذا دابا حطها في واحد الدار ما ساكنش فيها، هو ساكن فيها الرباع، وكانت هذاك السلاح كان في المتناول ديال الرباع، وكون هزو الرباع يدير به شي جريمه ولا وهو تحت المسؤوليه ديالك، يعني راه السلاح راه مسؤوليه. خص الانسان يعرف اش كيدير، الانسان يعرف اش كيدير. داك السلاح ما قديتش به نمشي نرونديه، ما عندي ما ندير به، راه مسؤوليه هذيك. اما تبدا تحطو وتعلقو، كاين اللي تعلقو في الحيط، كاين اللي كيعطيه لصاحبو، كاين راه مسؤوليه ومسؤوليه كبيره. نتمنى هذه الرسائل توصل وتلقى اذان صاغيه. راه ملي كتسرق واحد العصابه سلاح راه ولات متقويه، راه تقدر تواجه اجهزه امنيه، تقدر ترتكب جرائم بكل سهوله، تقدر تقترف سرقات بكل سهوله تحت طائله التهديد بهذا السلاح هذا. لحقاش اي واحد وقفتي عليه وشهرتي في وجهه الخماسيه راه يعطيك اللي عنده اللي بغيتي يديه، يقول لك سير اخويا غير ما تضربنيش. يعني هذاك السلاح خص تكون قد المسؤوليه. راه ملي عطاتو لك الدوله وعطاتك الرخصه ديالو دارت فيك الثقه وقالت لك بان خصك تكون اهل لديك الثقه.
وما يكونش الانسان بدا يهمل وياخذ هذا الشيء على ليجار، ما ياخذها ما يعطيهاش قيمتها. راه السلاح مسؤوليه كبيره خصو يقدرها الانسان، وخص السلاح الا بغيتي تخزنو تكون الشروط ديال التخزين ديالو تكون مأمنه باش ما يوصل ليه حتى شي واحد. نتمنى هذه الرسائل توصل وتلقى اذان صاغيه، ونتمنى باش حتى الاخوان المزاولين يستافدوا من هذه المعلومات اللي بخصوص المسرح والشاهد، الفرق بين المسرح وانت يمكن واحد يتسمى شاهد. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم، ونتمنى نكون توفقت في السر ديال هذه القضيه. وكما العاده دائما اغتنم فرصه باش نرحب المنخرطين الجدد اللي يلاه التحقوا بالقناه، وكنقول لهم الف مرحبا بالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. وفي الختام اشكركم على حسن المتابعه، اترككم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.